مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده معانا طبق سردين، احلى واجمل السردين. حاجه سهله وبسيطه جدا، هتعملوه بجد هيعجبكم. يلا بينا، هنسمي بالله ونبدا مع بعض. هنا انا عندي السردين بتاعي، انا كنت غسلاه، بس هنا عشان صغير خالص السردين بتاعي فانا حاطه كده اهوت، مش هطلع المصارين بتاعته لان هو اصلا مفيهوش مصارين ولا فيه اي حاجه خالص. لو السردين الكبير ماشي هقولك لازم تنضفيه، بس هو صغير خالص. هنا عندي توم وفلفل مع بعض، وهنا عندي نشا ودقيق. ده النشا وده الدقيق، وهنا الطبق دوت البهارات، دي حبة كمون على حبة فلفل اسود على حبة ملح. هنا هبدأ كده بفلفل اللي انا قطعته ودقيته مع الثوم وتوم، فلفل اخضر وتوم، وهبتدي اقلبه مع بعض. وممكن تستغنى عن الخطوة دي، انا اكتر الاوقات بعمله بحبة فلفل اسود وحبة ملح وكمون، بصراحة بيبقى جميل جدا. يعني ممكن تستغنى عنها، مفيش اي مشكلة. هنا هننزل بالملح بتاعنا والكمون والفلفل الاسود، دول طبعا اهم من التوم. لو قلتلكوا شويه البهارات دول اهم من التوم مش هتصدقوا. وبصراحه السردين طعمه تحفه جدا، يعني سهل وبسيط وطعمه حكايه. ما تنسيش لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تعملي اشتراك وتعملي لايك وتنوريني. طبعا هنا عندنا اساس النشا، لان النشا بيدي قرمشه كده بيبقى جميل جدا، وبيخليه ما بيشربش زيت خالص. لما ما بحطش نشا بحس اللي بيشرب معايا زيت، لما بحط نشا بحس ان الزيت زي ما هو، بعد ما بخلص بلاقي الزيت بتاعي زي ما هو، بيقل حاجه بسيطه جدا. فاهم حاجه نقطه النشا عشان يطلع معانا مقرمش وما يشربش مننا زيت خالص. هنا بقلبه كويس كده كله مع بعضه. هبتدي بقى ايه، هنا كنت سبت حبه كان اتبل معايا. هنا في الثوم بتاعنا وبهاراتنا كده، بوريكم البهارات بتاعته. هنبتدي بقى نقلب حبه حبه، لازم تعملي كده حبه حبه، ولما تيجي تنزلي بيه كده هوت في الزيت تنزلي بالواحده، ما تنزليش بالكبشه كده مع بعض عشان هيلزق في بعض وهيبقى مش حلو. لازم لما ينزل الزيت ياخد الصدمه بتاعه الزيت بالواحده. هنا مش مشكله، هناخد بالحبه كده ونقلبهم مع بعض، مفيش اي مشكله. كده كده الدقيق هيخليه يفلت من بعضه وهيخليه كل واحده لوحدها، اما في الزيت لا، مفيش الكلام ده. هخلص الكميه وارجع لكم كده. هنا كنت خلصت الكميه كلها ورجعت لكم. بصوا هنا واحده بوحدتها، لازم الواحده بوحدتها كده، ما تسيبوش يلزق في بعضه. ولو تنزلي بيه في الزيت لازم كده بالواحده. طبعا من اجمل الاكل انواع السمك كلها. احنا عندنا يعني كلنا بنعشق السمك، هتلاقوني كل يوم منزله فيديو سمك، مره سردين مره بسارية مره سمك، هزهقكم مني. اعذروني بقى، زوري تعبان جدا ما بين الصيف والشتاء، بصراحه عامل معايا احلى شغل. بصوا هنا بقى النشا خلاه مقرمش معايا وجميل ازاي. بصوا مخليه يعني مدي لون ذهبي وفي نفس الوقت مقرقش كده ومقرمش بصراحه. انا خلصتهم وانا واقفه. بصوا الجمال. يا رب يا رب تجربوه يعجبكم، بألف ألف هنا وشفا. وما تنسيش لو جربتيه وعجبك تدعيلي دعوة حلوة. باي باي يا حبايبي.